بسم الله الرحمن الرحيم. لمتابعه المعارض اللي احنا بنقدمها ان شاء الله وباذن الله لخدمه الناس وخدمه اهالينا. يعني موضوع المبادره ان احنا طبعا بنرفع العبء عن الناس. كلنا عارفين الايام دي ان طبعا الناس مش مستحمله، وان ظروف الناس كلها يعني ما حدش مستحمل في وسط الغلا واللي احنا فيه والكلام من ده. فاحنا قلنا كمبادره مننا ان احنا في اهالي اسكندريه واهالي منطقه بحري ان احنا بنبدا مثلا المبادره في كل حته ان شاء الله، واللي محتاج بيجي، احنا مش مقتصره علينا بس. فان شاء الله احنا دي عشان نرفع العبء عن الناس ونبقى باذن الله كلنا وقفه خير. والجميل في الموضوع المره دي ان الناس فعلا متكاتفه معانا، والناس يعني كل واحد بيساعد وكل واحد بيجي. وان شاء الله الحاجه اللي احنا هنشوفها دي كلها دي برضو يعني من اهل الخير لاهل الخير. فباذن الله دي مجانا بدون اي سعر وبدون اي حاجه، ومتاح الدخول للجميع. احنا مش ما فيش اسعار ولا في اي حاجه، واحنا كل الناس عارفه ان المبادره دي خيريه من الدرجه الاولى، ما فيش ولا بيع ولا شراء فيها ولا اي حاجه، ومتاح الموضوع لاي حد في اسكندريه. احنا بدأناها في منطقه بحري، بس ان شاء الله هننشط الموضوع ده. هنروح المنظره وهنروح سيدي بشر وهنروح العصافره وهنروح ابو قير وهنروح كل حاجه ان شاء الله. وده باذن الله اللي احنا على مستوى الجمهوريه كلها. المبادره دي ان شاء الله احنا هنفعلها على مستوى الجمهوريه عشان الناس كلها تحس بالناس الثانيه، يعني الناس اللي عندها حاجه. احنا كلنا عندنا حاجات وفي حاجات مش بنستعملها، فليه ما نخليش غيري يحتاجها وهو في اشد الحاجه ليها. ودي طبعا اللي احنا بننميه وبنصحيه للناس. والناس طبعا كتر خيرها الناس متفاهمه معانا، والناس بتبدا تساعد والناس بتجيب. وطبعا احنا بنشكر كل حد ساعد معانا وساهم معانا وجه، وبنشكر كل واحد وقف وحط معانا فكره او حط معانا لمسه. العنوان فين بقى؟ والعنوان ان شاء الله بحري، نادي الكشافه اللي قصاد الحجاري بجوار نادي السياله. ده كده بالتفصيل، يعني اللي يحب يجي يا جماعه ان شاء الله في بحري اخر شارع الحجاري بجوار نادي السياله، نادي الكشافه البحري. طبعا على البحر على طول باذن الله. تمام؟ مجانا؟ الموضوع كله مجانا بحت، ما فيش فيه اي حاجه. تعالوا نتفرجوا كده ونبصوا معانا كده ان شاء الله ونتفرجوا على الحاجه. احنا بنبدا كده ان شاء الله. ان شاء الله كده معانا الجزء اللي هو النسائي، خدت بال حضرتك؟ وكله طبعا الحاجه دي متظبطه ومكويه ومكيسه وكل حاجه، وزي ما انت شايفها متعلقه. يعني بص كده مثلا، دي حاجه مثلا كده ان شاء الله حاجه حريمي، خدت بال حضرتك؟ وممكن يفيدك اكتر في الموضوع ده الاستاذه ايه معانا. طبعا هي في الموضوع ده النسائي هي تفيدك اكتر مننا ان شاء الله. استاذه ايه اتفضلي. استاذه ايه معانا عضو طبعا من اعضاء الناس المتبرعه، وكل الفريق اللي احنا هنشوفه ده متبرع كله لوجه الله. ان شاء الله هنمر بيهم وهنمر بكل حاجه باذن الله، وهي هتفيدنا اكتر في الموضوع ده. اتفضلي يا استاذه ايه. احنا معانا شويه، معانا ملابس بناتي، دي تمشي بناتي وتمشي حريمي برضو. تمشي من اول سن يعني 25 سنه وانت طالع لحد 30 سنه برضو. وعندنا السن الاكبر كمان، يعني دي تمشي برضو لواحده كبيره عندها 40 سنه تمشي معاها. احنا عندنا كل الاعمار موجودين. تمام. وعندنا كمان اطفال، عندنا برضو حاجات اطفال اصغر، وعندنا خروج. يعني ده برضو تمشي مدرسه وتمشي برضو دلوقتي خروج لو عليها بادي. الباديهات برضو موجوده عندنا هنا. وعندنا بليزرات برضو تنفع. عندنا حاجات كتير قوي، يعني هم محظوظين جدا اهل بحري بالمبادره دي. يعني اهل بحري محظوظين جدا بالمبادره دي، محظوظين بالناس اللي موجودين معاهم. احنا بس مش مجرد معانا هدوم انساء بس، لا احنا كمان موجودين معانا هدوم رجالي وموجودين معانا هدوم اطفال. تمام. وعندنا طرح. ما باخدش حاجه. لا طبعا اهل اسكندريه كلها لو تقدر تيجي موجودين هنا يقدروا. طبعا الحاجات دي كلها مجانا، احنا ما بناخدش فلوس من اي حد. واحنا بس لو اي حد عنده اي حاجه حابب يتبرع بيها يقدر ان هو يجيبها لنا، واحنا بنعرضها كده في المعرض دوت. وباذن الله باذن الله معارض كتير جايه ان شاء الله علشان خاطر اهل اسكندريه كلها تفرح، مش اهل بحري، مش اهل بحري بس. هو استاذ احمد امبارح كان المعرض مفتوح من الصبح لحد الساعه 10 مساء، وكم من الناس اللي جت طبعا شرفتها. احنا ما بنعرفش مين اللي داخل ومين اللي خارج. هو كل ما في الامر ان في حالات طبعا معينه كانت بتيجي دون معروفين، اما المعرض مفتوح لاي حد يشرفنا. وامبارح كان كم من ناس كتير، وما شاء الله يعني كان في تفاعل كويس من الناس، والناس المتبرعه برضو اللي هي جت كان في برضو تفاعل معانا. وان شاء الله الموضوع يعني زي الفل، ويا ريت نتمنى ان هو يعني يتحقق في كل المناطق اللي جايه عشان نشيل العبء عن بعضنا. يعني وصدقني كل واحد لو دور في دولابه، لو دور في حته، لو دور في بتاع، عندنا الحمد لله يعني في حاجات بتبقى منسيه انت هتفيد بيها غيرك. يعني كل مقصود الموضوع ان انت هتفيد بيها غيرك. وطبعا يعني احنا بدانا ببحري، بعدين بعد كده عايزين نخش بقى المناطق الثانيه، وباذن الله المناطق الثانيه كمان
وان شاء الله باذن الله يعني ننمي حته حته واحنا ماشيين كده لحد ما نوصل للمحافظات باذن الله والعامه ان شاء الله. عندنا طرح اهيت، ايوه وعندنا كمان جيبات، يعني عندنا جيبات مشجره كمان، مش جيبات ساده بس، دي تمشي للبنات والنساء الكبيره برضو. وعندنا برضو جيبات ساده خالص، دي تنفع برضو بنات صغيره. تمام. وعندنا الجيبات اللي هي للنساء الكبيره برضو، الناس اللي بتشتغل شتوي برضو تدفيهم. تمام. عندنا وعندنا حاجات بنات اللي هم صغيرين دول 13 15 سنه. وكمان عندنا هدوم اطفال، يعني احنا برضو عندنا هدوم اطفال دوت برضو يتلبس 3 سنين. تمام. وعندنا اطفال من ديت تلبس اللي هم 2 سنين. وكان عندنا امبارح برضو اطفال كتير قوي، بس الحمد لله يعني اهل الخير يعني كانوا جايبين لنا كتير. وعندنا حاجات برضو تلبس كده 6 سنين برضو. يعني عندنا اطفال، ما عندناش بس بنات بس، وعندنا كمان فساتين موجودين هنا، حاجات برضو حاطينها فساتين وترنجات موجودين برضو. وعندنا برضو اللي هو البناتي خالص اللي هم عندهم شهور برضو، الحاجات دي موجوده. طبعا هتبقى معانا الاستاذ شيماء حسني طبعا رئيس التنسيق معانا ان شاء الله في المبادره، والناس برضه كلها زي ما قلنا دي متطوعين. خدت بالك خدمه برضه المعرض وخدمه اهالينا سواء من بحري او من بره بحري، احنا كلنا دارسين لهم ان شاء الله. اللي خلاك تطوعي بقى مع الحاج عصام؟ اولا يعني انا شهادتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاول كل عام وحضراتكم بخير، وان شاء الله يعني ده تامن معرض لينا على التوالي ما شاء الله. كل مره بنتوسع فيه اكتر، وكل مره بيجي لنا حاجات اكتر، وكل مره الناس بتثق فينا اكتر واكتر. طبعا شهادتي في استاذ احمد متولي وباشمهندس عصام مجروحه، لان الناس دي يعني بقوا قليلين جدا في الدنيا دلوقتي. الناس اللي بتعمل حاجه لوجه الله، مش منتظرين اي شكر من حد، مش منتظرين اي مصلحه من حد، بنعمل كلنا لوجه الله. فالناس اللي زي دي الواحد بيدور عليها بشمعة زي ما بيقولوا. فالحمد لله احنا محظوظين جدا ان احنا مع بعض، وان شاء الله هنفضل طول العمر مع بعض نعمل في الخير وللخير ومن اجل اهل الخير. فاحنا من امبارح فعلا احنا على مدار الايام اللي فاتت دي كلها احنا شغالين تقريبا ليل ونهار. باشمهندس عصام والرجاله بتاعته والناس بتوعه شغالين ما شاء الله في المعرض. الموضوع بقاله اكتر من شهرين ما بين تنسيق وتجميع وفرز وفرز والكلام دوت، تنسيق المكان وتنظيم المكان والاستندات والكلام ده كله والترصيص ومقابله الناس وكل الكلام ده. الموضوع يعني بقى لنا اكتر من شهرين شغالين على الموضوع دوت. بس طبعا بالفعل طبعا الخير معانا، ولان كل يوم بيجي لنا حاجات، بيجي لنا تبرعات، فكل الكلام ده بيتفرز وبنتعاد من اول وجديد طبعا بمساعده الاخوه اللي معانا والاخوات طبعا. وطبعا لا نخص بالذكر حد، لان كله مات معانا فعلا، يعني كله شارك وكله اشتغل معانا الحمد لله بفضل الله. ونتمنى الموضوع يبقى اكتر واكتر ان شاء الله. طبعا في جنود كتير مجهوله اصلا خلف الكاميرات زي ما بيقولوا. يمكن احنا ظاهرين شويه لاهل بحري عشان احنا بنتعامل في الشارع وعلى ارض الواقع، مش بنتعامل من ورا. بس في ناس اصلا اللي بتساعدنا تعبوا اكتر كتير اكتر مننا يعني. فاحنا ما شاء الله من امبارح شغالين في المعرض، حاجات كتير جدا الناس خدتها مبسوطين بيها. جاي لنا ناس النهارده بيشكرونا طبعا، هي كلها لوجه الله، ربنا بس يتقبل يا رب اللهم امين. ومعانا طبعا حاجات بقى باقي القمصان الرجالي والحاجات الرجالي مع الكرام. الحاجه فين بقى؟ يعني معاك انت اللي هتتكلم. معانا دلوقتي كده البارتيشن الرجالي، هنا قمصان كلها جديده. الحاجات اللي هي اصلا في حاجات جديده فعلا ما اتلبستش قبل كده، والحاجات اللي هي مستعمله دي متنضفه ومكويه ومتكيسه زي ما حضراتكم شايفين كده. حاجات لسه بالكيسه بتاعتها ما حدش اصلا لبسها. فطبعا ربنا يجازي اهل الخير يا رب، ويجازي الناس الكويسه اللي هي قبل ما بتطلع الحاجه بتبقى عارفه ان هي مطلعاها لله سبحانه وتعالى، مش مطلعاها عشان فلان او علان، بتبقى مطلعاها كده وعارفه ان هي رايحه لربنا قبل اي حد. فاللهم تقبل يا رب العالمين. ده كده باقي الحاجات، باقي القمصان وباقي الحاجات الرجالي. طبعا معانا برضو حاجات اللي هي العبايات والقطاطين الرجالي. في ناس بتحب تلبس الحاجات دي، اهلنا بقى من اهل بحري او غير اهل بحري، بس اهل بحري الاول برضو. انا عندي عنصريه شويه. اهل اسكندريه كلها ان شاء الله. وهنا طبعا الاحذيه ده جزء طبعا، يعني 3 ارباعه. هو عشان احنا بس جينا صورنا متاخر يعني. النظارات دي جزء كتير طلع. في بقى كتب ولا؟ ادي الكتب اهي كمان، كتب مدرسيه الترم الثاني. الكتب الخارجيه ناس كتير كانت بتسال عنها برضو. طبعا ده تخفيف برضو على الاهالي من المصاريف بتاعت الكتب الخارجيه. عندنا الترم الثاني سواء من اولى لحد سنه 6 ابتدائي. كل ده شغال معانا برضو. البطانات دي بقى
البنطلونات دي رجالي برضه، هو مسؤول عن والمسؤول برضه عن عن البارتيشن هنا الرجالي الاستاذ حازم. خدت بال حضرتك؟ استاذ حازم معانا، تعالى يا استاذ حازم هنا. بنطلونات لجميع المقاسات، بنطلونات من جميع المقاسات ومختلف الأعمار، وتشمل أطفال ورجال وشباب، وفي جزء هنا. بص يا استاذ، برضه الجزء اللي معانا ده كله، ده كل ده جديد تقفيل مصنع. الكلام ده كله كده. بص حضرتك تقفيل مصنع كله كده باذن الله. اي حاجه يلا افرد لك. بص ما شاء الله البناطيل كلها رجالي، ده برضو لسه حاجه جديده خالص ما اتلبستش. خدت بال حضرتك؟ برضو كل اي حاجه برضو قدام حضرتك اهي. ده كله تقفيل مصنع، يعني لسه محدش لبسه. يعني الحاجه باينه قدام مننا. الله يخليك يا رب. طب لو تعالى في علاج؟ في علاج ان شاء الله، تعالى اتفضل برضو. وطبعا هو معظم العلاج طبعا معانا جزء برضو معانا في السنه عروسه، والبدله طلعت امبارح وان شاء الله برضو محجوز بس. ده في السنه عروسه ما شاء الله بالطرحه بالشوز، ببلاش يا جماعه، بالشوز بتاعه بكل حاجه ان شاء الله. خدت بال حضرتك؟ هنيجي هنا الجزء العلاجي، معانا جزء علاجي ان شاء الله. عروسه بمجرد ما تمت راح متبرعه بيه، يعني يعتبر الشبه لسه اول لابسه. بالنسبه للعلاج عندنا علاج كتير ما شاء الله، وناس كتير جت اتفعلت، وكل الكلام دوت طبعا كان في قده 10 مرات امبارح، بس الحمد لله اتسحب. الصلاحيه ايه بقى؟ الصلاحيات معانا ال 25 و26، يعني اي حاجه حضرتك لو بصيت على الصلاحيه معانا هي، يعني مثلا دي حاجه لشهر 7 سنه 25 شغاله. عندي حاجه ثانيه مثلا هنا لشهر 2 26، الصلاحيات كلها شغاله معانا في الادويه كلها الحمد لله. وكان في قابليه كتير امبارح، وحاجات كانت ادويه كتير مش موجوده، الناس ما شاء الله فرحت بيها وبدات تسحب منها. يعني لحد النهارده في ناس واقفه بره لسه مستنيه عشان تخش، عشان برضو تاخد الجزء اللي يخصها بامر الله. وكل حاجه موجوده بفضل الله يعني. وطبعا يعني كله من اهل الخير برضو، واحنا بنتمنى الموضوع زي ما قلنا ان هو برضو يبقى يكتر ويكتر. وعندنا بقى هنا بقى طبعا باقي المعرض. حضرتك طبعا استاذ احمد المعرض كله قدام حضرتك، اتفضل يعني بيه براحتك. كده تمام كده. تمام. عايز توصل كلمتين في الاخر تقول ايه بقى؟ يعني عايز اقول اتمنى ان الموضوع ده ما يقتصرش علينا بس، يا ريت يقتصر على الناس كلها. يعني احنا لو في حد احنا مثلا يعني هو يعني عايز يتبرع مفيش مشكله، لو حد عايز في حاجه في التنظيم وفي اداره الموضوع وكلام من ده احنا ما بنتاخرش، بس يا ريت ننمي الموضوع دوت، عشان الموضوع ان شاء الله يعني عايزينه يكبر في المحافظه ويكبر في اي مثلا محافظه ثانيه وكلام من ده كله، يعمل يعني على ان هو يشيل العبء على الناس، لان الظروف بتاعتنا كلنا عارفينها شكلها ايه والدنيا ماشيه ازاي. ونتمنى الخير للجميع. شكرا.